بصوت، يعني انا بقول لك ايه، قول حاحه، قول حاحه، انا متكيف بصراحه. ايه يلا، ايه يلا، في يلا، في يلا شحات، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قليل الادب يا عيل، قليل الادب يا قليل انت قليل الادب يا شحات. انا اول مره اعرف انت قليل الادب يا اخي كده يا اخي، للدرجات دي يا اخي، للدرجات دي يا اخي، وجعته يعني انت خلاص كده يعني، لازم يعني لازم كده جامد كده يعني، لازم ها زقه شويه، زق الكوره شويه يعني، ها حطها كده يعني، حط الهدف صح يعني، ولا اعمل اي حاجه يعني. خليت الولا كان محروق، الولا كان هيموت، الولا كان وراح يرفع، لا لا والنبي معايا انا، لا لا، رقم واحد الفريق بتاعي دوت على طول بياخد فيها، بياخد فيها ويخسر على طول جول يلعب. يلا يا ابن الذين يا بدو، انت لهبل يلا في دماغك يلا، انت جاي تعلم على مين يلا؟ الولا داخل قسما بالله يفرتك رجله، داخل هو مش داخل على الكوره، هو داخل يمنعه يلعب كوره مره ثانيه. مش مهم فريق يخسر دوري، مش مهم نخسر لقاء، مش مهم اي حاجه خالص، ولا ليه علاقه بمدرب اصلا، ما عندوش جمهور ولا حاجه. طبعا نجم اللقاء خد نجم اللقاء وسام ابو علي، ولا عنده اي حاجه خالص يعني. الراجل الولد ده، لا لا لا، انا هاخد حقي، انا هاخد حقي، انا صراحه كلت على قفاه جامد يعني يا جدعان. بعيدا ان الكلت على القفا غلط، واللي انت عملته يا حسين يا شحات غلط، احنا بنهزر في حاجه ثانيه وده في حاجه ثانيه. موقفك واللي انت عملته غلط يا شحات، ولكن النهارده لا لا لا، انا عايز اخد حقي، انا عايز اكسره يا جدعان. سيبوني عليه، سيبوني اشوف رجله، انا خبطه جامد يا جدعان، ما اتكسرش، انا عايز ابص كده اتاكد. طيب ده انا فرتكت بوز الجزمه في رجلي يعني المفروض يتكسر. هو الواد ده ايه، نينجا ما بيتكسرش ولا انا اعمل فيك ايه؟ ولكنني ساعود من جديد ولا ايه؟ في ايه يا ابني، ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ الولا طالع من الملعب خلاص، بص فرهد خلاص، الولا طالع بقى، اوه شحات 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 شحات، ايه يلا في ايه؟ اهدى كده بس، اهدى كده واستقلنا، واهدى كده وعلى جمهور واق اللي بيقول لا انا عايز ضربه جزاء، اهدى كده واستقلنا كده يا جمهور واق، عشان خاطر انت لو بتفهم في الكوره بص اعتبرها ضربه جزاء. واحنا الحكم ده كان مرتشي ب 300 يورو، النادي الاهلي يعني تكرم عليه اكيد ب 500 يورو يعني مش 300، وخلاه خد اللقاء. بس حلوه فرشه امام عاشور للولد اللي ما يتسماش على الارض، فرشه فرشه معلمين واداها ليه وسام ابو علي. انا ما بحبش الناوي والله يا جدعان، والكتاب اللي بحبه، انا قلت قبل اللقاء ايه، انا بحب اطلع اقول ربنا يوفقك يا وسام. لما بقول له ربنا يوفقك يا وسام بيسجل. انا عايزك بقى تعمل ايه، تضغط دلوقتي على الفيديو، اضغط على الفيديو عشان انت معانا على اي جروب او على اي صفحه، اضغط على الفيديو واعمل لايك. اكون شاكر جدا جدا لحضرتك يعني، وتصلي وتسلم على رسول الكريم. انا حاسس قسما بالله، حاسس بكل واحد الهدف دخل في خرم ودانه يعني، انا حاسس بيكم كلكم، لان يعني في كميه احاسيس ومشاعر عند الناس دي مكبوته، وكانت بتمني النفس انها يعني زي ممدوح مين ده؟ واحد صاحبي كده كنا نعرفه في المنطقه، كان اسمه ممدوح، كان دايما يعني عيل مفضوح يعني، كان دايما يقول لك انا ما يعني سندوتشاتي ما حدش يجي جنبها، بس هسرق سندوتشات الغير. بصوا يا جماعه، العيال دي ترخمه اللي بتقعد قدامي في الدكه، انا هكسر الدكه دي، فالعيال يجيبوا دكه ثانيه ويحطوها عادي، ما عندهمش ادنى مشكله. طب بصوا بقى يا جدعان، انا اعمل حفره في الشارع كده عشان العيال دي ما تعديش من الشارع ده، فعادي في 10000 شارع يا ممدوح نعدي منه عادي يعني. طب بصوا يا جدعان، عشان انا بخاف من الصوت العالي، فانا مش بحب حد يحضر لي اي ماتشات ولا احب اشوف اي حد. ليه يا حبيبي، في ايه يا حبيبي؟ حد وانت كنت مع جمهور قبل كده يعني، حد كان يعني روقك او زعلك في حاجه يا حبيب قلبي؟ يعني اقول له يا ممدوح عيب يا حبيبي، انت جارنا وحبيبنا وعارفنا واحنا عارفينك وكل حاجه. لا لا لا، انا ما بحبش اشوف جماهير. فالنهارده الجمهور عمل معاه الواجب وزياده بشويتين ثلاثه، هو والولد القليل الادب الثاني اللي داخل يكسر النينجا. يلا ما تربتش، يلا قليل الادب، يلا ما عندكش دم. شتم النهارده الفاظ بالاب والام يعني، الكاميرا جايباها والناس هتنزل على السوشيال ميديا حاجات كتير جدا جدا كمان شويه، الناس اللي كانت مصوره رايح يضرب وراح يتخانق. هنشوف بقى ايه اللي هيتقال وايه اللي هيعمل، ولا يطلع يقول لك لا اصل حسين الشحات قليل الادب، ده كان ناوي يتكسر بس ما اتكسرش، اصل حسين الشحات كان عايز يتكسر بس عشان ما اتكسرش محمد شيبي راح يشتمه. حمك انت وهو يا حبيب قلبي. اكيد مليون مبروك للنادي الاهلي النهارده. الحكم ظلم كتير، الحكم كان في ظلم كتير. ايه يا عم سيبك، ظلم الاهلي ظلم على الاهلي معلش يعني. انا والله بجد قسما بالله يعني، انا عندي شعور واحساس بكل واحد يعني الهدف دخله في خرم ودنه، قسما بالله يعني حاسس بيكم كلكم. وكان في ضربه جزاء، يعني اعتبرها ضربه جزاء، اعتبر ضربتين، اعتبر ثلاثه يا عم يعني. انت شايف 3 ضربات جزاء عادي جدا جدا يعني، خدها انت وسيبها عادي مفيش مشكله. لكن النهارده انا يعني اقول ايه على وسام، الواد فدائي قسما بالله، الواد النهارده فدائي. هي كوره واحده، هجمه واحده للنادي الاهلي. بص هو الماتش كله كان فيه هجمتين 3 من ضمنهم لحد الدقيقه مثلا نقول لحد الدقيقه 90 لحد الدقيقه 99 الاهلي عمل هجمه واحده. 99 دقيقه الاهلي هجمه واحده بس، اللي هي هجمه الهدف في الدقيقه الاولانيه الدقيقه 28 بس. هو بص يا رجاله، احنا تعبانين، والدوري دوت احنا تعبنا فيه قوي قوي قوي، وانتوا عارفين طبعا الحكم بتيجي تساعدنا، فانا مش عايز منكم حاجه. انا عايزكم بس الجول، مش عايزكم يتم اهلاكم، عايزكم كلكم تحت الكوره، مش عايز حد فوق الكوره، انا عايز كل اللعيبه تحت الكوره، وسيبوا فرقه بيراميدز تاخد الكوره. ولما فرقه
دينا يعني احنا عايزين نكون كالحين، يعني ايه كام دولار نكون كالحين؟ يعني حرك الكوره في الناحيه الدفاعيه، ما تقدمش كوره في الامام. يعني كل قال لك بس اعمل كده، اتعب اللعيبه دي، خليها وتكح تراب وهم هيطلعوا اسوء ما عندهم. وده اللي حصل بالفعل، اسوء ما عندهم بدا يظهر في الدقيقه 28. الولد قليل الادب عمل الكوره في الدقيقه 28 راح يعمل ثرو، خدها من الواد تريبيا راسكين، لان كولر احنا عارفين في الزاويه الشمال دي ما بيلعبش غير جيسوي بارلي فرنسي تريبيا. طاهر كان هيلعب قبل اتصاب 1000 مليون سلامه، طبعا جيسوي بارلي فرنسي طاهر، بعدين راح طلع طاهر فنزل له جيسوي بارلي تاني وهو رضا سليم، فرضا سليم نزل قال له جيسوي بارلي فرنسي هات الكوره يلا، راح مديله الكوره، خد منه الكوره وراح عامل الكوره لامام عمر. عمل ايه بقى؟ فرشوا على الارض وروقوا كده وظبطوا، عملوا كده وراح حطوا يمين وشمال، حط الكوره يعني يمين وشمال، وبعدين تعال نشوف بقى ايه لوسام علي. وسام علي بيبص طرف عينه مين؟ احمد الشناوي. قال له حبيب قلبي ربنا يبارك فيك، الجون فاضي؟ قال له ارمى فاضي، يعني انا بص هنسيبك الدنيا كلها فاضيه، اعمل اي حاجه برجلك الشمال المسها بس وهتروح في المرمى، لمسها بسم الله ما شاء الله عليه، دوبك بس الكوره راحت في المرمى اللي احمد الشناوي بسم الله ما شاء الله. انا يعني انا زاد عشقا وحبا ليك يا احمد الشناوي بجد، يعني انا بقيت بطمن وبرتاح لما احمد الشناوي بيكون بيلعب قدامنا، لان انا بكون متاكد الحمد لله ان احنا كده كده هنكسب. فشفنا رضا وسام علي في الدقيقه 28. بعد كده كل قال لهم بصوا بقى يا رجاله اشتغلوا شغل كلاح، انا عايز كلكم تحت الكوره يا كابتن، كله تحت الكوره، انا مش عايز حد، مش عايز الاقي حد. رضا سليم قال له ايه اقفل، الناحيه الثانيه شحات اقفل ما فيش، بص مش عايز اشوف كوره. هل النهارده شفت فيستون مايلي هداف الدوري 14 شفته؟ لا ما فيش خالص. شفت اي لاعب عندهم؟ ما فيش خالص. وليد الكارتي يعني كان عايز يسقط الحكم على قفاه واخد ضربه جزاء، والله العظيم من اول ما شفتها قلت الكوره ما فيها حاجه، لان حاطط رجله قدام رجل. يا عم انت شايفها ضربه جزاء خلاص، يعني هو رجله هي اللي رايحه لرجل كريم فؤاد، مش رجل كريم فؤاد اللي رايحه له. لكن انت شايف غير كده بتلبس نظاره اسمها نظاره عدم الحياديه، انت حر براحتك. انا بكسب بالحكام يورو عشان كان واخد 300، فاحنا زودنا الراتب بتاع ادينا له 500 يورو الحمد لله، يعني فالراجل الحمد لله النهارده جاي مبسوط ومروق نفسه. كمان على الفار ادينا له برضه يعني شويه رشه كده علشان خاطر ان هو يبدا ان هو يحسن طب قليل الادب. ده دخله قويه جدا جدا في النينجا، لكن نينجا بقى ده بص ده النينجا قصير بس حير على راي الله يمسيه بالخير، قصير بس يحير، لكن الحير ده حيره جوه الملعب وروقه وخلاه اكتر من مره ينقل نفسه من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال، وكان عايز يعملها اكتر مره في اللقاء لحد ما عملها في اخر اللقاء. لكن معلش الراجل ما بيكسرش. نهدى كده نصلي على النبي. بص اعتبره فوز حرام، يعني اللي هيقول لي فوز حرام اعتبره فوز، انا بقول لك اعتبره فوز حرام، بس خده كده ولفه وحط الفوز في خرم ودنك، يعني هيكون حلو قوي. الصوت شغال يا غالي، انت لسه داخل معانا بس من اول دخلت انت من اول الماتش. طبعا شكرا طبعا لاخواتنا واصدقائنا اللي عملوا لي لايك، انا شاكر جدا جدا لكم. ويعني الحمد لله النهارده مكسب، اداء، نتيجه، كل حاجه انت عايزها. ريحت نفسك كمان عشان هتلعب ماتش صعب امام فريق المصري، ماتش صعب جدا جدا بعد يعني يومين وهتلعب الثالث، فانت لازم تريح نفسك. كمان بيراميدز هيلعب قدام الزمالك، يعني ما يهمناش الماتش الناحيه الثانيه، المهم انا اداني ماشي في طريقي واداني رايح زمن. اخويا الكريم محمد ابو يوسف ربنا يا رب يحفظك يا رب. فريق غلاوي والله قسما بالله، يعني انا ما شفت غل اكتر من كده جوه الملعب. اللعيبه النهارده يعني مخنوقه، والولا بعد ما ضربه يعني ايه يضحك يعني انا يعني انا عملت له ايه؟ انا كنت هكسر رجله بس نصين، انا دخلت باسترزات الجزمه في رجله وهكسر رجله بس نص، هعمل ايه تاني يعني؟ الولد ما اتكسرش وقام بيقول لي انا ما اتكسرتش، وبيطلع لي لسانه بيقول لي انا ما اتكسرتش، واللعيبه جريت عليه وعملت ايه؟ ولاعيبه بيراميدز ممكن يكون حسين غلط فيه، يعني ده طبيعي جدا جدا لان التاني مستفز وعمال يشتم بالاب والام وعمال يعمل عادي خالص، لكن حسين وقف بارد بعد ما طرد وقف يعني ولا كأن حاجه حصلت خالص. وعلى فكره انا انها سليمه انها تلعب انها سليمه معلش. لا الصوت شغال تمام يا زياد، اعتقد الصوت شغال تمام، يعني ما اعرف هل في تقطيع في الصوت ولا لا، لكن اعتقد الصوت شغال تمام. طبعا شكرا لكل اخواتنا واصدقائنا اللي لعبوا الدوري الحمد لله. احنا يعني نقدر نقول حاليا بنسبه بلاش اكتر من 90% ان شاء الله الدوري ده بتاعنا، ولسه بقى نشوف بقى هدايا الاخرين، نشوف حاجه. معلش بقى يا رجاله الصوت وحش خالص، معلش يا كريم يعني ربنا يعني كان في كده مشكله كان في مشكله في الصوت، لكن الحمد لله اتحلت. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير، نتقابل تاني بكره في حاجات جديده. كنا عايزين نتكلم كتير عن اللقاء، ولكن بما ان الناس بتتكلم عن الصوت فيعني خلاص احنا الحمد لله هنا روقنا نفسنا خدنا نفسنا، نبدا بقى نشوف بعد كده ايه اللي يحصل وايه اللي يتم. اشوفكم على خير، ما تنساش تصلوا السلام على رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تعمل لنا لايك، اكون شاكر جدا جدا ليك.